سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن في ذكر لو قلته بعد الأكل يكون سبب لمغفرة ذنوبك. يمكن يكون سبب في دخولك الجنة برحمة ربنا. ممكن يكون سبب إن ربنا يبعدك عن النار. تخيل إن ممكن يكون سبب نجاتك من النار ويقربك للجنة ويقلب ميزانك كله. وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك اللي بتمنع عنك كل خير وبتوقف رزقك. ربنا برحمته يغفرها ويفتح لك كل خير في الدنيا والآخرة. كل ده بذكر واحد بس لو قلته بعد الأكل، بعد ما تاكل وتشبع. تخيل كرم ورحمة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى. هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة وهنكشف أول سر من أسرار النعم اللي بنعيشها كل يوم. استنوا الحلقة وهتعرفوا الذكر اللي بيكون سبب في مغفرة الذنوب.